يا صباح الورد والفل والهنا وكل الحاجات الجميلة على عيونكم حلوين. وحشتني كتير جدا جدا جدا. ان شاء الله تكون 2026 داخلة بالراحة كده وهادية وامورها ماشية معاكم. ربنا يجعلها حنينة علينا كده ونسمع اخبار حلوة ان شاء الله. في فيديو من الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هنطلع التعليقات اللي كانت على الفيديو بتاعت اللي هو كان اول سنة 2025 بتاعت لوحة الاهداف. هنطلع التعليقات اللي كتبت تقريبا، مش فاكره كان اول فيديو او تاني فيديو، كنت طالبه منكم ان تكتبوا عايزين تحققوا ايه السنه الجديده. فهروح اشوف اهدافكم اللي انتوا كتبتوها لي على الفيديو ونشوفها في فيديو من الفيديوهات اللي جايه حققتوا قد ايه وقدرتوا تحققوا كام في الميه. الفيديو بتاعنا النهارده هنشيل بقى ديكورات الشتاء من المطبخ، يعني هيكون المطبخ مينلي هنشيل ديكورات الشتاء من المطبخ. هحط ديكورات نيوترال لانه مش هبدا في ديكورات رمضان دلوقتي، يعني اسبوع كده ولا حاجه نبدا في ديكورات رمضان. وهغير شويه حاجات كده، يعني هغير احط حاجه مكان حاجه عشان يعني احس بتغيير خفيف. وكمان هنرتب الدرج بتاع الفطار لان الدرج بتاع الفطار ما شاء الله بيتقلب بسرعه، مفيش حاجه بتفضل في مكانها. بعد كده نعمل فطار بقى، نفطر مع بعض. وبعد ما نخلص الفطار هنزل ابعت الهدايا بتاعت اخر فيديو، التعليقين اللي طلعوا في 2025 بتاعت مها واريا. هروح ابعت الهدايا بتاعتهم في البوست اوفيس. وخدوا بالكم انه الهدايا بتختلف من حد لحد لانه ده على حسب العينات اللي بتبعتها الشركه. الشركات بتبعت لي شويه منتجات نجربها انا والمتابعين، فببعت لكم الحاجات اللي هم باعتين لي انا بجربها انا معاكم، والحاجات اللي هم باعتينها المتابعين ببعت منها الهدايا. فان شاء الله بعد ما نخلص فطار هروح ابعت الهديتين في البوست اوفيس. معلش سامحوني اتاخرت ان انا ابعت لكم الهديه شويه لانه كان عندي حساسيه الاسبوع اللي فات وكان وشي منفخ، حساسيه قطط ودي ما بتبقاش سهله. وشي منفخ وحتى هتلاقوا شويه وشي لسه منفخ وعينيا، وهتلاقي حتى نفسي شويه يعني قالل. فما كنتش في احسن حال الحمد لله يعني، فما طبعا ما خرجتش، فعشان كده اتاخرت معلش. بس ما تنسوش بقى تكتبوا التعليقات بتاعتكم تحت الفيديو سواء يوتيوب سواء انستجرام. بصوا بصراحه عشان اكون صريحه انا بختار اكتر من اليوتيوب، بعمل مره باخد من انستجرام ومره باخد من الفيسبوك، بس الاكتر انا باخد التعليقات اللي على اليوتيوب. بس كده حلوين، مش هيستول عليكم في الرغي رغيت كتير. يلا بقى نبدا الشغل. اول حاجه بحب اعملها الصبح كده، بحب تو سيت اب ذا مود، افتح الشبابيك ادخل هوا حلو كده في البيت، وكمان اعمل بخور، اعمل اي حاجه يعني اعطر البيت، اعطره ببخور، اعطره بالاسنشال اويلز، اعطره بشمع، المهم تبقى الريحه حلوه والهوا بتاع البيت كده يتغير. بختار كمان الروايح تكون قويه بحيث ان انا لو شغلتها في البيت ساعه مثلا تقعد بقية اليوم في البيت، او ساعات تقعد يومين 3، مخليه ريحة البيت حلوة يعني. فحطيت البخور ده ريحته حلوة قوي قوي. البخور ده كان جاي لي كانت واحدة صاحبتي يمنية جايبهولي، فريحته جميل جدا جدا. وبعد كده قلت بقى تعالوا خش على الحاجات اللي محطوطه عندنا، علب شوكولاته محطوطه وعلب كوكيز وحاجات زي كده، فقلت خلينا افضيهم بقى في العلب دي عشان يكونوا في تناول ايد اي حد عايز يحلي تحليه خفيفه مع القهوه مع الشاي يبقوا موجودين، وفي نفس الوقت اشيل العلبه يعني واخده مكان على الفاضي. فكرت اغير التري اللي انا حاطه عليها الحته بتاعه القهوه دي، الستاند ده، لانه انا جايباه معايا من البيت بتاع اوجستا. هناك المطبخ كان كبير قوي والرخامه كانت كبيره، فكان مش بالع المكان. هنا حته الرخامه بينها وبين الحوض مسافه صغيره فكانت بالعه الدنيا، فغيرتها. هستخدمها في الديكور بتاع الركنه بتاعه المطبخ دي بتاعه الرخامه، وهحط مكانها اللي هي بتلف دي وارص عليها الشاي والقهوه والسكر بس، والواحد يحس بتغيير كده. بس عارفين مش لازم نشتري حاجات جديده عشان نحس بتغيير،
غيري بس اماكن الحاجه اللي في البيت، حطي ده هنا، ده مكان ده، هيحسسك بتغيير كأنك عملتي ديكور جديد. تعالوا بقى نخش على درج الفطار بتاع التلاجة. مهما نظم الدرج ده بيتبعكش، ما اعرفش بيتبعكش ازاي، بيتبهدل ازاي. فقررت اغير الترتيب. كنت الاول حاطه في المنظمات دي حاطه الطماطم والخيار ومش المهم، يعني القصه دي ما طلعتش، ما نجحتش، فحطيتهم رجعتهم تاني في درج لوحدهم اللي هو درج حاجات الخضار. وهنا بقى قلت احط الجبن، اللانشون، البيض، اللي هي الحاجات اللي اللي بنعمل بيها الفطار كل يوم، عشان يبقى شكلها كده منظم وحلو وبريزنتابل. وانضف التلاجة وكده يبقى الدرج شكله جميل ويفتح النفس، وكل حاجه تبقى واضحه. انا على فكره فيجوال، فلازم كل حاجه تبقى مترتبه ومتنظمه وابقى شايفه كل حاجه في المكان. الحمد لله خلصنا. تعالوا بقى نعمل الفطار مع بعض. الفطار بتاعنا نمطي جدا، يعني احنا ممكن مرتين في الاسبوع بنعمل بقى التشكيله، وغالبا الويك اند مثلا ولا حاجه بنعمل التشكيله بتاعه الفول والحاجات بقى والبسطرمه وكده. غير كده احنا بنحب الفطار بتاع البيجل، كل يوم بيجل بالجبنه بالبيض، يعني that's our favorite. بيبقى خفيف لذيذ، خاصة ان البيجل هنا في اوريجون طعمه احلى كتير 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 من اي بيجل انا دقته في اي حتة. عندهم بيجل بيعملوه بنشتريه من سيف واي، انا معجبة بالبيجل ده جدا، طعمه حلو قوي، وبصراحة معمول حلو ومخدوم كويس. فبس بنحمصه في التوستر، وبعد كده نحط عليه بقى الجبنة، وبنغير انواع الجبنة بقى كل مرة، ونحط عليه البيض، ونحط جنبه شوية مخلل كده، ونحط شوية رشة ملح، فلفل اسود، فلفل احمر، نحط معاه مرة خس مرة خيار، يعني سندوتش لذيذ وصحي، و it's a good start of the day. وبس كده حلوين. هقفل بقى الفيديو معاكم عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو، عشان عارفه ان في ناس بتزهق وناس مالهاش خلق تتفرج على الفيديوهات. ما تنسوش بقى تكتبوا التعليقات بتاعتكم عشان اختار تعليقات تكسب. التعليقات اللي هختارها المره دي هتبقى ميكس من اليوتيوب والفيسبوك. المره اللي بعدها ان شاء الله هيبقى الانستجرام واليوتيوب. بس كده حلوين. لو انتي لسه مش مشتركه في القناه اتمنى تشتركي وتكوني جزء من عيلتنا الجميله وتنوريني، وسمعوني دايما مقترحاتكم، عايزين تشوفوا فيديوهات عن ايه، تحبوا اتكلم عن ايه، تعجبكم الفيديوهات الطويله ولا القصيره، ايه انواع الفيديوهات اللي بتعجبكم اكتر، احب اسمع ارائكم. بس كده حلوين، بحبكم كتير كتير، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.